عارف ليه ميكانيكي ممكن يحط شريحة بلاستيك جوه الموتور؟ ده مش تخريب ولا عك، ده أبسط وأذكى طريقة يقيس بيها أهم خلوص في الموتور. أي موتور فيه مسافة صغيرة جدا بين عمود الكرنك وسباك الكرنك، المسافة دي لازم تبقى مظبوطة بالملي. لو ضيقة زيادة الزيت مش هيعرف يدخل، السبايك تسخن وتبوظ في ثواني. ولو واسعة زيادة ضغط الزيت يقع والموتور يبدأ يخبط ويدمر نفسه واحدة واحدة. الفرق بين موتور شغال وموتور بايظ أرفع من شعرة بني آدم. طب تقيس حاجة صغيرة قوي كده إزاي من غير أجهزة غالية؟ هنا بقى يجي دور شريحة البلاستيك، حتة بلاستيك مخصوصة بتتحط على كرنك نضيف، تقفل السبايك تربطها بمفتاح العزم على المقاس الصح. بعد كده تفك تاني، هتلاقي البلاستيك اتفرد. لو اتفرد عريض يبقى الخروص صغير، لو اتفرد رفيع يبقى الخروص كبير. من غير تخمين ولا اجتهاد، بتقرا المقاس الصح من على تدريج بسيط. حتة بلاستيك بتكلفة قروش بتغني عن أجهزة بمبالغ ضخمة. ده مش شغل بدائي، ده واحد من أذكى الحلول في الهندسة الميكانيكية. السؤال بقى، لو شفت الميكانيكي بيحط حتة بلاستيك على موتورك، هل ساعتها هتقتنع إن هو كده صح ولا هتحس بحاجة غلط؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.